السلام عليكم. احنا لما بناخد ارض جديده ان شاء الله على خير، يعني سمعت اقاويل غريبه كده لازم تدي غسله غزيره للارض او ريه غزيره عشان تغسل الارض. لا، ازرع جرجير في الارض اول ما تاخدها، لا ازرع شعير في الارض اول ما تاخدها. كمان اللي بيحدد نعمل خطوات ايه في الارض في البدايه هو تحليل التربه وتحليل الميه اللي حضرتك المفروض تعمله. التربه اول ما تاخد الارض، والميه اول ما الميه تطلع من البير ان شاء الله على خير. هل كل الاراضي الافضل ليها انها تاخد ريه غزيره كغسل للارض؟ طبعا لا. طب هل كل الاراضي لازم نزرعها زرعه يعني كده ملهاش قيمه، او زرعه استصلاحيه ونعملها في الارض وكده، ولا لا؟ طبعا برضو الاجابه لا. فاللي بيحدد فكرة انه انا يعني هروي كميات مية قد ايه، هينفع ازرع ايه وما يزرعش ايه، هل الارض محتاجة ري غزيرة كري غسيل ولا مش محتاجة، هل الافضل ان انا اروي في الارض دي غمر ولا اروي تنقيط ولا اروي رشاشات. كل اللي بيحدد ده هو تحليل التربة وتحليل عينة المية. وبالمناسبة التحليل مش مكلف زي ما الناس متخيلة، التحليل موجود في مركز البحوث الزراعية في بعض المحافظات يعني، او حتى في المركز الرئيسي في الدقي في القاهره. التحليل ثمنه تقريبا في حدود 300 جنيه على اخر مره بعت عينه، يعني حتى لو زاد دلوقتي ممكن وصل 350 جنيه او حاجه. فالتحليل مش مكلف، حتى لو هاخد من الارض اربع خمس عينات تربه، هاخد بعينه الميه، اخد عينه اول ما اشغل البير وعينه بعد التشغيل بشويه، فبالتالي بقوا عينتين. اصرف 2000 جنيه على التحليل ولا 1500 جنيه على تحاليل التربه والميه، واقعد مع الدكتور اللي عمل التحليل استفيد منه، واقعد مع المهندس الزراعي اللي هيقعد يزرع في الارض علشان اساله الاسئله المهمه جدا. انا محتاج ريه غزيره للغسيل ولا لا؟ هل الافضل ان انا اروي في الارض دي غمر ولا ري حديث سواء تنقيط او رشاشات؟ هل ينفع ازرع فيها على طول الزرعه اللي انا عايزها، ولا لازم ازرع الاول زرعه استرشاديه او زرعه استصلاحيه وبعدين ابقى ازرع اللي انا عايزه؟ طب انا عايز ازرع مثلا برسيم حجازي، ازرعه على طول ولا اخليها ان السنه اللي جايه ازرع حاجه في الارض وازرعها السنه اللي جايه؟ كل ده بنعرفه من تحليل التربه والميه. فده مهم جدا لاي واحد واخد ارض جديده، انه اعمل تحليل للتربه، اعمل تحليل الميه اللي هروي بيها، وعلى اساسها ابدا ابني خطتي في فكره انه هعمل ايه في الارض او هزرع ايه في الارض وهروي بانهي طريقه. شكرا جزيلا.